تجاوز إخفاقاته في الوطن الوطني والتركيز كثيرا على مباراة كايزر تشيفز لأنه يمثل كرة القدم الوطنية مغرب تطوان أمام كانو بايلرز، وكذا نادي الفتح الرباطي الذي يستعد للتنقل للعاصمة لومي لمواجهة ستوغوبو. هذا الطريق هدف جميل يستحق التفاعل بهذه الطريقة. هدف لعبد العظيم خضروف شق خروج الحارس بافومي كريستوفر ويرفع عن الكرة بجمالية مسجل بذلك الهدف الأول في هذه المباراة. كرة عبد العظيم خضروف واستمر وصل الكرة شاشة خروج الحارس وشق ترقية ومكان زاوية التسجيل ويتعامل مع الكرة بذكاء ويسجل بذلك الهدف في المباراة. عبد العظيم خضروف الأول في مشوار هذا اللاعب الوطنية. 25 دقيقة انتظرنا للتالي على الهدف الأول للمنتخب الوطني. خاطئا أقل شيء أقول عن هذا الحكم أنه غريب الأطوار احتراما له ولرصيده التحكيمي أيضا ما ركمه من تجارب. مشت كرة للمنتخب الوطني، كاش تسلل، حسن حظنا أنه لم يرفع الراية هذه المرة. وهدف ثاني للعناصر الوطنية والمسجل محمد أونجام يضيف هدفا ثانيا للمنتخب المحلي في مرمى الكونغو، 2-0. نتيجة قد تنتهي عليها هذه المباراة. فرحة الجمهور الحاضر، خرج من وراء المدافعين، كرة كانت جميلة في ظهر المدافعين وانسلال أونجام، تمريرة من مروان السعدان واللي لعب الكرة الأخيرة. لاعب أنيق مروان يمنح هدفا ثانيا ويسهم في هدف ثاني للمنتخب الوطني امام الكونغو برازافيل. نلعب الثواني الاخيره من الوقت الاصلي من المباراه.